الجنة اللي اتخلق فيها آدم عليه السلام مكانها فين؟ هل كانت الجنة اللي ربنا وعد عباده بيها في الآخرة؟ ولا كانت بالفعل موجودة في الأرض؟ وإيه هي الحاجات اللي جابها سيدنا آدم معاه من الجنة ونزل بيها للأرض؟ وعمل إيه عشان ربنا يقبل منه التوبة؟ ولقى إيه في الأرض هو ما كانش يعرفه؟ واتعامل إزاي مع العالم الجديد ده؟ معلومات كتير هتعرفها في الفيديو ده بإذن الله، وممكن تكون جديدة عليك. يلا نشوف. بعد ما آدم عليه السلام أكل من الشجرة هو وزوجته، أخرجوا فضلات الأكل، وما كانوش بيخرجوا فضلات قبل كده. كان أكلهم في الجنة بيسري في جسدهم كمصدر غذاء نقي جدا، يعني ملوش فضلات. لكن المرة دي كل حاجة اتغيرت. لقوا في حاجات بتخرج منهم أول مرة يشوفوها، وأول مرة يشوفوا مكان خروجها. عمرهم ما انتبهوا للحاجات دي قبل كده، فتخلصوا من ثيابهم بسرعة عشان شافوا إنها بقت مش نظيفة. ودي كانت من اللحظات السعيدة بالنسبة لإبليس. خلاهم يعصوا ربنا بالأكل من الشجرة، وخلاهم ينزعوا ثيابهم عشان يحس إن هو أفضل منهم. لاحظ الهدف. هم طبعا ارتبكوا من الموقف وحسوا بكسوف من نفسهم، فبقوا يجيبوا ورق الشجر من الجنة ويداروا نفسهم بيه. في روايات بتقول إن هو ورق التين، والله أعلم. المهم أدركوا إن هم عملوا خطأ كبير، فربنا نداهم وقال لهم: مش أنا نهيتكم عن الشجرة دي وقلت لكم إن الشيطان عدو ليكم؟ قالوا له: يا رب إحنا ظلمنا نفسنا، ولو ما غفرتش لينا هنبقى من الخاسرين. فربنا قال لهم: انزلوا كلكم للأرض، يعني آدم وزوجته وإبليس. وقال لهم إن العداوة دي هتفضل قائمة طول ما هم في الأرض، والحياة على الأرض هتكون مؤقتة بس مش دايما. وده كله تفسير بعض أهل العلم، منهم الشيخ الشعراوي رحمه الله. ننتقل بقى لوقت الهبوط. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إن آدم عليه السلام وهو خارج من الجنة كان لا يمر بشيء إلا عبث به، يعني وهو معدي على أي حاجة تقابله بيحاول يمسك فيها. عارف لما تبقى بتتشبث بحاجة أنت مش عايز تفقدها؟ هي حاجة زي كده، والله أعلم. فقيل للملائكة: دعوه فليتزود منها ما يشاء، يعني محدش يمنعه انه ياخد حاجه منها. وبعدين نزل في الهند، والله اعلم، وكان واخد معاه الطيب اللي هو بنقول له جوزة الطيب. الكلام ده زي ما قلنا منقول عن بعض اهل العلم ومنسوب لابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن مش مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام. يعني لا نصدقه ولا نكذبه، لكن ممكن نحكيه على سبيل الاستئناس، والله اعلم. ومن الاثار اللي موجوده برضو انه اخد معاه بعض الثمار زي التفاح والعنب والتوت والتين والمشمش والخوخ والكمثرى والرمان والموز وغيرهم، وبعض الحاجات التانية زي الجوز واللوز والبندق والفستق والقرنفل والعود والبلوط والحنطة اللي هي حبوب شبه القمح كده. وفي حديث صححه الألباني والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بيقول: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رأي العلماء على ضوء الحديث ده إنه احتمال يكون نزل مع آدم عليه السلام، وفي اللي قالوا في زمن إبراهيم عليه السلام، والله أعلم. المهم إن الحجر ده من الجنة وكان لونه أبيض ناصع. وفي حديث تاني بيقول إن لولا ذنوب الناس اللي سودته كان أي حد عنده عاهة لمس الحجر ده يشفى بإذن الله، وإن مفيش حاجة في الأرض من الجنة غيره. طيب وبالنسبة للفواكه والثمار، لو صح القول فيها، الثمار اللي موجودة دي أثر من شيء، مش هي أصل الشيء. لكن الحجر الأسود هو نفسه الأصل ولسه موجود زي ما هو، مش منبثق من حاجة، والله أعلم. وصلت الفكرة؟ ولو جيت تبص على بعض آيات القرآن الكريم هتلاقي إن ثمار الجنة شبه ثمار الأرض، بل تكاد تكون هي، إلا إنها ما بتتغيرش زي ثمار الأرض. بص كده: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يعني أهل الجنة لما يشوفوا فواكه معينة مثلا هيبقوا عارفينها وبيقولوا ده موز وده عنب وهكذا. هم عرفوها من الدنيا وشافوا إن هي دي اللي أكلوها قبل كده، لكن اللي بين إيديهم ده هيبقى هو الأصل. طعم أزكى بكتير وثمار مش بتفسد. نرجع لنزول آدم عليه السلام. هو لما خرج من الجنة ونزل للأرض لقى الطقس مختلف، وفي حاجات هو ما يعرفهاش، يعني في شمس وحرارة، وفي مجهود لازم يتعمل عشان يقدر ياكل هو وزوجته، وفي مخاطر. الوضع كان صعب جدا. في الأثر إنه بكى عليه السلام بكاء شديد، أول وأكبر حزن مر بيه في حياته. وحزنه ده كان بندم شديد مش بكبر زي ما إبليس عمل. وفي وسط الحزن ما كانش عارف يعمل إيه، لا عارف يعبر عن ندمه ولا عارف يتعامل مع البيئة الجديدة. وهنا حضرت العناية الإلهية.
ربنا ألهمه إزاي يستغفر ويتوب. إزاي؟ خليني أقول لك مثال صغير هيوضح لك الصورة. لو أنت عندك أولاد وفي ولدين منهم غلطوا في شيء معين أو اتخانقوا مع بعض مثلا وأنت قررت تعاقبهم، ففي ولد منهم اتكبر وما عجبوش كلامك وولد تاني تعاقب وقعد على جنب يعيط، هتعمل ايه؟ ممكن جدا تتبرى من اللي اتكبر ده لو فضل كده ومفيش فايدة منه خلاص، والتاني اللي قاعد يعيط ده انت فضلت تبص له، هيعمل ايه؟ هيتأسف؟ هيعترف بغلطه؟ لقيته ندمان فعلا واتبهدل عياط، هو لسه صغير مش عارف يتصرف وانت عارف انه عايز يجي يترمي في حضنك بس مش عارف يبدأ ازاي، فهتقوم تحن انت ليه وترحم ضعفه، غضبك عليه يهدى وتديله فرصة، فتعمل ايه؟ تقوم باعت له حد من اخواته مثلا يقول له قوم اتأسف لابوك وقول له حقك عليا وانا مش هعمل كده تاني وهكذا، فالولد يقوم بسرعة يجيلك ويقدم كل الاعتذارات ويتأسف ويطلب السماح، فتقوم مسامحه وراضي عنه، ولله المثل الأعلى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لا إله إلا الله. ربنا أوحى لآدم عليه السلام إزاي يستغفر ويتوب هو وزوجته، فلما استغفروا تابوا تاب عليهم. ونقلا عن ابن كثير إن آدم عليه السلام قال لربنا يا رب لو تبت وأصلحت ترجعني الجنة، ربنا قال له أرجعك الجنة. سبحان الرحيم. وبدأت رحلة آدم عليه السلام في التعرف على طبيعة الحياة الجديدة، وده بمساعدة جبريل عليه السلام. ابتدى يعلمه إزاي يستخدم النار في الطهي وإزاي يزرع وكل الأمور اللازمة للمعيشة. ساعتها سيدنا آدم لقى مشقة في العمل، يعني لقى إنه لازم يزرع ويستنى المحصول لو كان حبوب مثلا وبعدين يلمه من الأرض ويطحنه ويخبزه، شغلانة. وده كان من ضمن معاني تحذير ربنا ليه لما كان في الجنة. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فكان ده جزء من الشقاء، إنه يدور على أكل وشرب ويشقى علشان يحصل عليهم، ده غير العوامل البيئية بقى، الشمس مثلا والحر والبرد والمخاطر. شوف باقي الآيات: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كل الامتيازات دي راحت، لكن في فرصة للعودة ليها بإذن الله، خليك فاكر. طيب نيجي عند السؤال اللي عليه خلاف، فين هي الجنة اللي كان فيها آدم عليه السلام؟ شوف الموضوع ده فيه 3 أقوال بين أهل العلم. القول الأول إن الجنة دي كانت في الأرض، يعني مكان مجهز للمعيشة مختلف تماما عن باقي الأرض، واستدلوا على الكلام ده بإن ربنا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو اتخلق في الأرض مباشرة، ولما قال اهبطوا منها جميعا كان المعنى هبوط معنوي أو في الامتيازات. ورأي تاني بيقول إنها كانت جنة مخصصة للاختبار، وبيستدلوا بنفس الكلام مع تغيير بسيط، إن معنى الهبوط هنا هو من أعلى لأسفل بالمعنى المفهوم، يعني مش هبوط معنوي أو في الامتيازات. وأصحاب الرأيين دول متفقين إن جنة الآخرة مفيش حد ينفع يخرج منها ولا يحصل فيها اختبار أصلا، تمام؟ وفي رأي ثالث وده اللي عليه جمهور أهل العلم، الرأي ده بيقول إن هي كانت جنة الآخرة، واستدلوا على الرأي ده بمعنى الهبوط المعروف، وهو من أعلى لأسفل مش معنويا، وإن ربنا قال إن هو كان فيها لا بيجوع ولا بيعطش ولا بيتعرض لعوامل مرهقة، وكمان موضوع السوءات اللي ظهرت بسبب الواقع وعاش بيها البشر على الأرض. كل ده هيختفي بمجرد ما الإنسان يدخل الجنة، يعني هيرجع الجسم لخصائصه الأولى اللي هي مفيش حمام ولا أمراض ولا التعرض لشقاء من أي نوع. وبالنسبة إن الجنة ما ينفعش حد يخرج منها، فالقانون ده اتحط بعد الواقعة مش قبلها، يعني اللي هيصلح ويدخلها عمره ما هيخرج منها تاني أبدا، لكن قبل الواقعة هي كانت مكان اتخلق فيه خلق جديد عادي جدا، مش دار جزاء أو خلد، والله أعلم. أما قول ربنا إني جاعل في الأرض خليفة فده لعلمه باللي هيحصل، يعني هو عالم سبحانه بكل ما هو كائن وسيكون. طيب هل ده دليل على إن ربنا هو اللي خلى آدم يأكل من الشجرة؟ طبعا لا، مش معنى إنه عالم باللي هيحصل إن هو اللي دفعك ليه مثلا، لا حاشاه، ده موضوع شرحناه قبل كده بالتفصيل في فيديو هسيبهولك في المصادر هنا تحت الفيديو، شوفه هيفيدك بإذن الله. موضوع الجنة اللي اتخلق فيها سيدنا آدم محل خلاف فعلا، بس لو ركزت فيه شوية هتلاقيه مش مهم بالنسبة لك، يعني سواء كانت دي أو دي أنت هتستفيد إيه؟ أنت ممكن تقرأ عن الموضوع أو تسمعه عشان تستلهم منه أمور تفيدك، تمام؟ لكن ما تتعصبش لرأيك فيه، لأنك في الآخر ممكن تعطل نفسك بعصبيتك دي عن المهمة الأساسية اللي أنت هنا عشانها، وهي عبادة ربنا والرجوع للوطن الأصلي. دايما فكر نفسك باللي حصل وخلاك موجود هنا، وادعي ربنا إنه يعينك على تجاوز المرحلة دي بسلام وهو راضي عنك. أيا كان اللي بيحصل معاك من مشقة هتخلص، مهما طال عمرك هيخلص، وهيتبقى تحقيق المراد من وجودك أو عدم تحقيقه.
نسأل الله الثبات وإنه يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. تنساش تصلي على سيدنا النبي، وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله. سلام.